ايه اللي يخلينا ممكن ناخد قرارات غلط؟ في عوامل كتيرة بتلعب في دماغنا وتخلينا نشوف الأمور بطريقة مشوشة. تعالوا نعرف شوية عوامل. في حاجة اسمها analysis paralysis أو شلل التحليل. في الحالة دي انت بتتعمق قوي في الاناليسز، تبدأ تحلل الموضوع وتدخل تعمق من غير ما تاخد قرار. تخيل كده انت داخل على اوبن بوفيه في اكل كتير جدا جدا، لدرجة ان من كتر الانواع ومن كتر اللي موجود انت مش عارف تبدأ بايه، مش عارف تاخد قرار، مخك هنج. حاجة تانية اسمها extinction by instinct، وده عكس اللي فات 180 درجه. في الحاله دي انت بتاخد قرار بسرعه من غير اي تفكير، من غير اي حاجه، تدخل انا هاخد ده، ما تعرفش طعمه وما فكرتش ما سالتش ما عملتش اي حاجه، المهم اخد قرار بسرعه. حاجه ثالثه information overload، لما تلاقي كل شويه بيجيلك معلومات 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 معلومات، فمخك يبقى كله مليان معلومات لدرجه انك من كتر المعلومات انت مش عارف تفكر ولا عارف تاخد قرار. عامل زي لما تكون بتسمع كذا واحد حواليك بيتكلموا في نفس الوقت. في الحاله دي انت ممكن تاخد قرار بناء على اي معلومه وخلاص، اللي سمعتها وفهمتها خدت على اساسها القرار، بس المعلومه اللي انت سمعتها وبنيت عليها مش لازم تكون هي المعلومه الاهم او الصح اللي تبني عليها القرار. حاجه رابعه اسمها الديسيجن فاتيج او ارهاق اتخاذ القرارات. تخيل انك طول اليوم عمال بتاخد قرارات في حياتك، في الصغيره والكبيره، الصعبه والسهله، انت طول اليوم اي حاجه بتحصل لازم انت تاخد فيها القرار. بتيجي على اخر اليوم مش قادر، طاقتك الذهنيه بتقل، بالتالي جوده قراراتك بتتاثر. خامس حاجه cognitive and personal bias، ودي تقريبا كلنا بنقع فيها. دماغنا فيها فلاتر بتخلينا نشوف العالم بطريقه معينه، في تحيزات كتيره قوي بتاثر على قراراتنا حتى من غير ما احنا ناخد بالنا. اديكم شويه امثله بسرعه ممكن نبقى نتكلم عليهم بتفصيل في حلقات منفصله. زي مثلا الانكورنج، اول معلومه بنشوفها بتاثر جدا على حكمنا. زي مثلا لو دخلت محل وشفت اول سعر منتج غالي جدا، اي سعر بعده اقل منه هيبان لك رخيص. تاني حاجه الجروب ثينك، لما تكون في مجموعه، المجموعه كلها عايزه تعمل حاجه بس انت ليك راي مختلف، ممكن تمشي مع المجموعه وتاخد قرار غلط. زي الكونفيرميشن بايس، ودي بتخلينا ندور على المعلومات اللي تاكد وجهه نظرنا، واي معلومات تانية نتجاهلها خالص. زي الفريمنج افكت، زي لو قال لك انه نسبه نجاح العمليه الجراحيه دي 90%، انت هتحس انه نسبه نجاحها عاليه قوي. بس لو جه دكتور تاني قال لك انه في نسبه فشل في العمليه دي 10%، يا لهوي دي النسبه دي كبيره جدا مع انه نفس الرقم. representative heuristic، يعني بنحكم على حاجات من خلال صوره نمطيه مرسومه في دماغنا للحاجه دي، وده ممكن يخلي قراراتنا تكون غلط.